يتوجه عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة. زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة التركية. مين زعلان من ساعة الإعلان عن هذه الزيارة؟ يعني أردوغان ممكن يقع دلوقتي يموت، أو تميم يقع دلوقتي يموت، عادي. ربنا ياخد أردوغان، ربنا ياخد تميم. تقولي لي طب أنت كنت راضي عن الإعلام وتناوله لمشاكلنا مع الآخرين؟ 100% إيه؟ لأ، لا بحب طولة اللسان ولا بحب الإساءة ولا بحب أبدا. ما أنت ما تعرفش المهاتما، وأنا بقيت المهاتما إزاي؟ حد يعرف؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة مسبب له ارتكارية أمك ورحمة المكسيكي، ويبدو انه كمان مصير مرسي ايضا عمل له قلق حقيقي، والشعب التركي بدأ يقول ان اردوغان سيلقى مصير محمد مرسي. الله دي المنافق أردوغان. معلومة مؤكدة، نقطتين فوق بعض. أردوغان لا يصلي. إيه ده أردوغان لا يقيم الصلاة. أردوغان رجل لا يقيم الصلاة. أفشخك لو قلبتها فتنة طائفية. واحد يقول لي والله أنت كذاب، أقول له والله حضرتك جاهل. ليه؟ أردوغان لا يصلي إلا أمام الكاميرات. أردوغان القاتل. أردوغان لا يصلي إلا إذا كان هناك كاميرات. أردوغان المجرم وتلفاز ينقل هذه الصلوات. أردوغان السفاح. أردوغان لا يستخدم المسجد أو القرآن. أردوغان اللي ضيع تركيا وتاريخ تركيا إلا كأداة من أدوات التأثير السياسي على الناس. ولكن أردوغان، هوريكم أردوغان في ثوبه الجديد. أردوغان بيغني. أي والله بتكلم بجد على فكرة، مش بهزر. افتكر نفسه محمد منير، واقف عاملين له احتفال وعمال يغني بقى، بس ايه، اهبل برضه، هيفضل اهبل طول عمره. بهلول، تعالوا تشوفوا بهلول وهو بيغني. يا سلام على بهلول وهو بيغني. بهلول في اسطنبول، يغني في اسطنبول. كده والله العظيم. عايزين نطلق هاشتاج مع بعض، أردوغان الحرامي. على عيني وراسي الهاشتاج، على عيني وراسي التويتة، إنما مصالح الدول ما بيأثرش فيها هاشتاجات وتويتات. هاشتاج لو سمحت، أردوغان حرامي. الراجل ده ما بيفهمش غير بالعين الحمراء. في الآخر كده عايزك تتكلفت كويس وتلبس كفولة وتنام. ليه؟ عشان تصحى للكلام. الراجل ده لازم يتضرب جامد. بس يا عم، الراجل ده لازم يتقرص جامد. بس يا عم، لأنه ده اللي بيشغل، ده اللي عامل الإرهاب ضدنا، ده اللي بيقوي الإرهابيين اللي بيشتغلوا ضد بلادي. فأرجوكوا لو سمحتوا، إحنا هنشتغل مع بعض على هذا الهاشتاج. بقول لك ايه، الرجولة مجامات مش أفلام على سيديهات. أردوغان البلطجي، أردوغان الشيطان. هتجيب سيرتنا هتدفع غرامة. If you don't believe me, ask your mama. اللي هي يمه. هذا الأردوغان أسوأ حاكم في تاريخ البشرية. Sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. لقد تلقيت خبر وفاة مرسي أثناء نزولي من السيارة. للأسف توفي في قاعة المحكمة. أولا أدعو الله بالرحمة لشهيدنا أخي مرسي. لقد صار رئيسا لمصر في انتخابات ديمقراطية، وكما تعلمون فإن السيسي الظالم الذي وصل للحكم في مصر عن طريق الانقلاب قد أعدم أكثر من 50 مصريا حتى الآن. %52 oyla seçilmiş olan bir Mürsi'yi, evet, mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın ve ailesini bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. انت هتجنني من الصبح. معلش، انت معانا ولا مع غندور؟ مع غندور. مع غندور، ارموه في الميه يا جماعه. منذ 5 سنوات وأخونا مرسي في السجن ومحكوم هناك مع آلاف الأشخاص. أعزي كل إخوته الذين يمشون في طريقه، كما أعزي جميع الشعب المصري وأعزي عائلته وذويه. يلا ما تصعبش عليا. معلش، انت دلوقتي حاسس ان انت معانا؟ معانا مش مع غندور. مع غندور يا جماعه. عايز الحكاية الجاية دي
اوريكم البجاحه، يعني تشوف بجاحه اردوغان. المصالح تتصالح يا سادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بكره باذن الله 4 سبتمبر 24 هو يوم مختلف تماما في العلاقات المصرية التركية. بيتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى أول زيارة منذ توليه المسؤولية، زيارة السيد الرئيس النهاردة إلى العاصمة التركية أنقرة بدعوة من الرئيس التركي، بداية مهمة جدا. عبد الفتاح السيسي في أنقرة، تخيل. عبد الفتاح السيسي في تركيا، تخيل. لا أعداء ولا أصحاب دائمين في السياسة. ربما هذا ما ينطبق فعلا على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة التركية أو لتركيا. هو تايه ولا ايه؟ ايه اللي وداك هناك؟ تايه هو انت، ما انت كده بتغلط. ايوه تايه إلى دولة تركيا وإلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية. هذه الزيارة هي الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، في زيارة هي الأولى رسميا كرئيس لجمهورية مصر العربية، تخيل. هذه هي عناوين الصحف سيء الذكر في أنقرة. اليوم دعاه أردوغان إلى تركيا، استقبله استقبال الفاتحين، طلب منه أن يحيي العسكر، فقال لهم السيسي: شكرا عسكر. أنا مش هسمح لك تقول العسكر تاني بصراحة كده. لا طبعا. الكلمة دي غير مقبولة على جيش مصر بالمناسبة. لأنه الجيش ده عمره ما كان إلا عند حسن ظن المصريين. وأكد الرئيس السيسي أن الاجتماع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة. ففهمناها سليمان يعني إيه؟ يعني هو آتى سليمان القدرة على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير. ففهمناها سليمان. كما شهد الرئيس السيسي ونظيره التركي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين. فاللي حاصل دلوقتي انت بتتكلم على 2 كان بينهم خلاف عميق جدا على مستوى النظام، على مستوى الرؤى، على مستوى الإقليم. طب نتصالح انا بكلمكم بجد والله. بس يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مرة بقى، خلاص بقى. اختلفوا فيما يخص مصر في الداخل، اختلفوا فيما يخص الإخوان المسلمين، اختلفوا فيما يخص الرئيس محمد مرسي، اختلفوا فيما يخص الإعلام. يعني إذا كنتوا عايزين تفهموا ليه نعمل إيه؟ نتصالح يعني إيه؟ نتصالح يعني إيه يا دكتور مايت؟ ما احنا برضه البحر لو غرقنا يبقى على الأقل نستحمى. مع مين؟ نتصالح. يوم خلاص بقى هنتصالح، ناخد مساحه ونتحرك وما نعملش كده. اختلفوا فيما يخص مصر علاقتها بفتح الله جولن، واردوغان علاقته بالمعارضين المصريين، الانظمه يعني هنا وهناك. تاخد نكت سياسيه ولا تخاف؟ لا تخاف. اختلفوا في ليبيا خلاف عميق جدا، وصل الى حد ان اردوغان بعت قوات هناك والسيسي قال له سرت والجفره خط احمر. اذا كان يعتقد البعض انه يستطيع ان يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. أقول لك يا أبو ريالة، على السكة وعلى الدغري كده اللي في عبك وترشه، وتعالى سكة ودغري وما تحرقش على المكنة كتير عشان ما تفوتش منك. وبقول لما نيجي نقول للقوات ديت تتقدم، هذه القوات ستتقدم. هو ده النظام، تكسير عظام.